روبرتو ديزيربي عنده الكوره مش وسيله امان، روبرتو ديزيربي عنده الكوره اداه سيطره. كل تمريره محسوبه، كل تمركز له سبب. لو فاكر معايا يا صديقي ومتابعني اللعب التمركزي، شفت قبل كده مدافع عامل السولو ذا فوت ومثبت رجله على الكوره بالطريقه دي وبيستفز الخصم بالغرور ده قبل كده؟ ده مش غرور، ده فخ عامله ديزيربي للخصم عشان يجر رجله ويفضي مساحات وراهم زي ما انت شايف. فالموضوع بدأ لما قانون 2019 نزل وبقى مسموح للمدافع انه يستلم جوه ال 18. روبرتو ديزيربي قال بس انا هخلي لعيبتي تحضر جوه منطقتي بحيث الخصم يفضي مساحات وراه زي ما انت شايف. فديزيربي كان بيلعب كره استفزازيه، كانوا بيشبهوه بالمتدور اللي بيغري الطور. هو بيبص في حتت ضيقه علشان اول ما تقرب عليه وتضغط يضربك في المساحه اللي وراك. نيجي بقى لسر الصنعه، مفهوم ذا ثيرد مان، الرجل الثالث. فالفكره مش ان ايه يردها لبي، الفكره ان بي يلعبها لسي اللي الخصم مش شايفه، باصات سريعه تهد اي دفاع. ومن هنا جت الديزيربيان اس، لما بتتم حركه الرجل الثالث وبيتحرك الدبل بيفوت بزوايا معينه زي ما انت شايف، مش بيفوت واحد، فبيترسم حرف الاس. فطول ما انت عامل حرف الاس مستحيل الكره تتقطع زي ما انت شايف. فمن لمسه واحده تلاقي الفريق كله راح لمرمى الخصم بسرعه الصاروخ. جوارديولا قال لك ان ديزيربي حاله فريده في العالم ومن اكثر المدربين اللي اثروا في الكوره اخر 20 سنه. بيثبت لك كلامي انه كان فعلا بيقلده في معظم طرق اللعب زي ما انت شايف، كان واثر كمان مع تشابي الونسو ساعه ما كان مع باير ليفركوزن زي ما انت شايف نفس الطريقه. اعتبر سان جيرمان مع لويس انريكي نفس الشكل. فديزيربي طريقته اثرت على مدربين كتير قوي على مستوى العالم. فكوره ديزيربي مش خطه على الورق، عشان كده ما رضيتش اقول لك الخطه، هي على اللاعب فاهم هو ليه واقف هنا وليه هيلعب من لمسه لوحده. هو مدرب بيؤمن ان السيطره قرار، وان الجوده مش في عدد تمريراتها ولكن في قيمتها. ممكن ما يبقاش معايا احسن لعيبه في العالم والعب كمان لو بلوك دفاع منخفض، وكمان العبك في منطقتي واستحوذ على الكوره وبشجاعه، زي ما لعيبه كتيره قالت ان ديزيربي غير حياتهم لانه علّى ثقتهم في نفسهم. فديزيربي يا صديقي كان بيبني اللعب تحت ضغط مش عشان يستعرض ولكن علشان يفرض قراره على الخصم. ديزيربي كان بيكره الكره الطوليه، يقول لك ان انا العب على الكره الثانيه ده رهان، فانا لازم استمتع بالكوره ولازم يبقى عندي الشجاعه ان انا العب في منطقتي. بالرغم ان انا ما عنديش اللعيبه الخامات العاليه بس لازم افرض شخصيتي. حاجه بقى تانية خالص، الناس اللي بتقول كلوب كره حديثه، جوارديولا كره حديثه، دلوقتي الراجل جه حدث عليهم. ومع ذلك لو عجبك الفيديو قول لي اقول لك ازاي ان الناس بتتحدث عليه كمان هو. فالكره مش بتقف على حد ولا بتثبت على حاجه معينه. فانا متشوق اعرف ايه اللي هو واجهه دلوقتي ديزيربي في مارسيليا زي ما كان واجهه في اخر ايامه مع برايتون. لو عجبك الفيديو قول له واكمل لك ايه اللي كان بيواجهه ديزيربي بعد ما خلاص الناس ابتدت تحفظ اسلوبه، قصته ما انتهتش. انا معكم حازم زناتي، حد بيحب يعرف كره تلعب ازاي. سلام.